حط شخص في بالك وتعالى نشوف مصير العلاقة بينكم. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر الأبيض، المجموعة التانية الحجر الأسود. اختاروا بالأحجار أو بالألوان أو اختاروا بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 1 اللي اختارت اللون الابيض او الحجر الابيض او اخترته بالحروف. اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك. انت اولا كده مجروح قوي، في حاجة مزعلاك قوي بنسبة كبيرة، انت منفصل عن شخص. الشخص ده ممكن تكونوا كنتوا متجوزين، وممكن كمان تكون كنتوا مرتبطين مثلا وهو وعدك بالجواز. ممكن برضو تكون انت مع الشخص ده يعني مش منفصل ولا حاجة، بس انت تعبت من كتر ما انت مستنيه ان هو يعرض عليك الجواز. انت حاسس ان الشخص ده هو اكتر حد مناسب ليك من ناحية ان هو يكون زوج ليك. انت بتحبه قوي وتتمنى قوي ان انتوا تجمعكم علاقة حقيقية، علاقة جادة، علاقة فيها جواز. فده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قرايه، لو منطبقتش عليك اسمع المجموعة التانية. طيب خلونا بقى نخش في القرايه ونشوف مصير العلاقة. انا هقول لكم كل الاحتمالات لو انتوا كراش او منفصلين او مرتبطين. لو انتوا كراش فالعلاقة دي هتتطور في الطاقة الفترة الجاية، يعني هتتطور لمستوى حلو قوي، هتعترفوا لبعض. هيعترف لك الشخص ده، ولو الشخص ده مناسب او انتوا في مرحلة مناسبين ان انتوا تتجوزوا، هيعرض عليك ان هو كمان مش مجرد حب بس، لا هيبقى جد وهيبقى عايز العلاقة دي كجواز. يعني اللي هو ممكن مثلا تتعرفوا على بعض اكتر وبسرعة ياخد العلاقة للجواز. ولو انتوا مش مناسب ليكم جواز دلوقتي، انتوا مثلا سنكم صغير او في لسه حاجات ما تسمحش ان يبقى فيه علاقة جواز، فالشخص ده على الاقل خالص هيعترف لك وهيبقى بينكم رومانسية حلوة قوي وهتعبروا عن اللي جواكم. و يعني هيعترف لك وانت هتبقى مبسوط قوي. طيب لو انتوا بقى منفصلين فالشخص ده هيرجع وهيصالحك، وعلى فكرة هيحصل بينكم تسامح وشفاء كبير قوي للوجع او للجرح اللي انت اتجرحته. الشخص ده هيعتذر لك وهيقدم لك حاجة، سواء حب كبير، سواء عرض بالجواز، سواء ان هو مثلا يلا نبدأ صفحة جديدة مع بعض. هيراضيك، يعني هيراضي قلبك. وعلى فكرة مشاعركم حلوة قوي، يعني الحب اللي بينكم حب جميل قوي. طب لو انتوا بقى بالفعل مرتبطين، بس مثلا انت عايز تعرف علاقتكم دي هتوصل لفين، الشخص ده مثلا جد معاك، مصير العلاقة بينكم، الشخص ده هيعرض عليك الجواز. لو انتوا مرتبطين فانتوا علاقتكم ان شاء الله هتبقى جواز، يعني مصيرها ان هي جواز، وهيعرض عليك الفترة الجاية دي. وهتاخدوا يعني العلاقة الليفل اعلى، ليفل اعلى بكتير. يعني لو انتوا بس مرتبطين هيبقى على الاقل خالص بينكم حاجة رسمية، ممكن تبقى خطوبة حتى لو مش جواز على طول، على الاقل هيبقى في بينكم حاجة رسمية وحاجة واضحة وصريحة يعني. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود او اخترته بالحروف. طيب اول حاجة خلونا كده نشوف مع بعض الطاقة بتاعتك. انت في شخص انت اعتمدت عليه قوي قوي قوي، شخص بقى او شغلانة او بيت او علاقة ايا كان، يعني في حاجة انت اعتمدت عليها جدا ووثقت فيها جدا، ولكن للأسف لو هو شخص مثلا فهو خذلك اكتر من مرة، خذلك كتير رغم ان انت اديته اكتر من فرصة. او ممكن حتى لو اديته فرصة واحدة بس هو خذلك بطريقة قاسية قوي قوي، يعني خلاك حرفيا تفقد الثقة، مش بس في الناس كلها، في الدنيا، في نفسك. الشخص ده حرفيا عرضك لموقف قاسي، يعني سابك بطريقة وحشة مثلا، عمل لك مشاكل كبيرة قوي، خد منك فلوسك، طردك من البيت. يعني عارف لو ممكن يكون حصل حتى طلاق، يعني عمل حاجة صعبة، حاجة مش سهلة. فانت بجد الله يكون في عونك. انت واضح كمان ان انت مش من النوع ده، يعني انت ما ينفعش يتعامل معاك كده. انت شخصية مثلا محترمة قوي او شخصية
بريئة قوي او شخصية طيبة جدا، ولكن الشخص ده للأسف معرفش ان هو يحافظ على قلبك ده او على قيمتك في حياته. انت حاليا ما عندكش اي ثقة في اي حاجة، قاعد بس تحمي نفسك. ممكن يكون بيحاول يرجع لك او يتكلم معاك، لكن انت ما بقتش واثق فيه، انت فقدت الثقة قوي. ده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع المجموعة الأولى، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. طيب خلونا بقى نشوف أول حاجة. انتوا جالكم كارتين مش كارت واحد زي المجموعة الأولى بالنسبة لكروت الملايكة. الشخص ده مصير العلاقة ايه؟ انت وضعك مختلف شوية عن المجموعة الأولى، مفيش احتمالات قوي، انتوا التلاتة واحد. يعني لو انت كراش او مثلا منفصلين، بتسأل عن حد منفصل عنه او حتى حد مرتبط بيه بالفعل، فلازم تعرف انه يعني في علامات حمراء او حاجات. يعني ايه علامات حمراء؟ يعني في حاجات كتيرة قوي بتتكرر معاك اكتر من مرة، ربنا بيحاول ان هو يحذرك بيها. مش شرط ابدا معناها ان الشخص ده مخيف ومرعب ومؤذي ويطلع يجري، لا، ممكن يكون العلامات دي جواك انت، ممكن تكون حاجة خاصة بيك انت مثلا بتوصل العلاقة بالطريقة دي. انت مثلا كتوم قوي وبتكتم جواك، فمش بتعبر عن اللي جواك وتحكي ان ده واحد اتنين تلاتة الحاجات دي بتزعلني، او انا مثلا شايل منك، فبالتالي العلاقة بتبوظ اكتر. انت محتاج في العلاقة دي تتكلم وتعبر عن اللي جواك، ومحتاج انت وشريك حياتك او الشخص اللي انت بتسأل عنه تقعدوا مع بعض وتبدأوا تتكلموا بوضوح. يعني لو الموضوع كبير قوي قوي قوي، مثلا في انتوا كنتوا أسرة مثلا وانفصلتوا، يا ريت قوي لو تتكلموا بالكلام اللي انا بقولك عليه ده، مثلا في وجود اخصائي مثلا اللي هو بيحل مشاكل الاسره او كده، هيساعدكم قوي. لو انتوا الكلام مثلا بينكم يعني مشاكل مش للدرجه دي، فممكن تتكلموا مع بعض وتبدا ان انت تقول له انت عملت واحد اتنين تلاته وانا من جوايا زعلت منك، انا مثلا ما بحبش التصرفات دي، انا مثلا انت قايلي انك بتحب كده وانا مش بحب كده، بس انا مضطر ان انا اتنازل عشان ما اخسركش، لكن انا الوضع ده مش مريحني وانا جاية على نفسي. ممكن تتكلم ايا كان المشكلة اللي عندكم، انتوا محتاجين تتكلموا. كمان واضح ان انتوا ممكن تكونوا، يعني المشكلة التانية ان انتوا الاتنين لو انتوا مثلا كراش، ممكن تكون اكبر مشكلتكم انكم مش بتحكوا لبعض عن مشاعركم. كل واحد فيكم مستني التاني اللي يبادر، كل واحد فيكم ما عندوش ثقة في مشاعر التاني، فبالتالي بيحكم عليه مثلا ان هو لا ده مش بيحبني. ايا كان انت لازم تاخد بالك من اللي بيحصل ده، علشان احتمالية، او لو انتوا بقى ما انتبهتوش للعلامات الحمراء دي وما انتبهتوش ان انتوا تتكلموا مع بعض من قلبكم، فخدوا بالكم ان احتمالية الانفصال في العلاقة دي تكون كبيرة. ولكن الخبر الحلو انه الانفصال هنا مش انفصال نهائي. نوعية او الكارت ده بالذات بيدل على انفصال وعودة، يعني بيدل على انه ممكن تكون فترة بس، يعني ايه اون اوف، ممكن تكون فترة ان هو هيبعد شوية يكتشف نفسه اكتر، يعرف قيمتك اكتر، وانت كمان مثلا يعني تتشافى مثلا، او تعمل تشافي مثلا من الصدمات، لان انت واضح ان انت حرفيا تعبان قوي. ف... فممكن تكون فترة بس، يعني مش انفصال نهائي زي ما قلت لك، لا انفصال ويكون معاه عودة برضو ان انتوا ان شاء الله هترجعوا لبعض، بس لما كل واحد فيكم يفتح قلبه. وممكن ان انتوا اصلا ما تحتاجوش ان يحصل يعني يحصل الانفصال ده لو انتوا اتكلمتوا مع بعض من البداية، وكنتوا صراحة مع بعض، وكل واحد فيكم عبر عن اللي جواه سواء مشاعره او سواء الحاجات اللي مضايقاه، انتوا ادرى بمشكلتكم. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 2. أشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة.